أنا هطالب حضرتك إنك تكلم الشعب المصري في كلمة. الناس دايما بتشوف الرئيس ليه طلة وليه لغة وهو بيكلمهم. نعم. أنا عايز حضرتك مع الكاميرا بتكلم الشعب المصري، بتشرح له الوضع الحالي. مصر في خطر، فماذا يقول رئيس مصر الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل؟ أقول بسم الله الرحمن الرحيم. الشعب المصري الكريم الواقف على قدميه ولا يركع لغير الله، ما كنت لأتصور في لحظة من اللحظات أنني سأترشح لرئاسة الجمهورية، ولكن حالة الخطر البالغة التي أستشعرها لبلدي وصلت بها إلى درجة الضرورة والاضطرار. البترول المصري سينضب من الأرض طبقا لتقديرات الخبراء من 20 إلى 25 سنة. مصر التي معظم أرضها صحراء، لا أقول إنها لا تزرع، بل أقول إنه حتى أبحاث الرمال في مصر فرض عليها التخلف، مع أن أبحاث الرمال في ألمانيا وصلت بهم إلى أنهم يعملوا عدسات النظارات يكسبوا منها مكاسب لا يحلم الشعب المصري بها في دخله القومي من أبحاث الرمال. الأمر وصل إلى أن حدود مصر داير متروكة بدون تنمية عمرانية ولا أبنية ولا كثافة سكانية. الساحل الشمالي قرى سياحية بتتشغل شهرين بس في السنة، والساحل الشرقي على البحر الأحمر قرى سياحية ليس فيها تنمية عمرانية. سيناء فاضية. الحدود الجنوبية والغربية لتظل بلدكم وبلدي الحبيبة الأثيرة خالية، علشان لو قرر عدوها أن يدخلها في أي وقت تبقى الحكومات اللي فيها هي التي حظرت الإسكان وحظرت التنمية العمرانية. ما لم ندرك وقتنا نعمر حدودنا ونقيم وضع استراتيجي محترم ونستطيع أن نطلق البحث العلمي. الفلاحين عندهم مشكلات ضخمة، بدءا من الجاز والكيروسين وبدءا من الملح وبدءا من السماد. دي مش حل مشكلة فلاحين، دي حل مشكلة صناعة وبحث علمي وتجارة. يعني لابد أن إما أن ندرك وإما أن الدولة على وشك الإفلاس. يا شعب مصر، يقولون لنا وأنا اللي بقول كده إن لو حتى المية اللي جاية من نهر النيل فيها مشكلة، خزان المية الجوفية في الصحراء الغربية مليان يوكلنا ويزرع الأرض قرن وزيادة من الزمان، يزرعها زرع. ومع ذلك الصحراء الغربية بيتسحب منها المية كل يوم بلا توقف عشان تتعمل في حمامات السباحة اللي على طول مصر اسكندرية الصحراوي وعلى طول الساحل الشمالي، استنزاف للمخزون الاستراتيجي اللي يعيش هذا الشعب. ما لم ندرك هذه اللحظة الفارقة وندرك انه يا اما نلحقها برئيس مخلص منحاز انحياز خالص، مفيش احتمال ومش ضعيف، مش كلامه وطني، إنسان يعرف يقف مواقف ويعرف يدافع عن الشاب عشان ينقذ الناس. الأب اللي يبص لبنته يجدها في عنوسة أو ابنه في بطالة. إذا ما لحقناش إن احنا ننقذ البلد دلوقتي، ربما لا تأتي هذه اللحظة بعد ذلك ونبقى تحت أقدام عدونا، نستجديهم ونقبل الأقدام. اللحظة دي هي لحظة مرة أخرى نقف على أقدامنا ويفضل هذا الشعب لا يركع لغير الله عز وجل. لا أريد أن آخذ من وقت إخواني هنا أكثر من هذا، لكن لعلها كلمات تصيب في الصميم من يريد أن يعرف. وأريد أن أختم بأن السياحة في مصر اللي كل الناس بيتكلموا عن السياحة، وأنا عايز أنمي السياحة وحطيت برنامج يضاعف دخل السياحة 8 أضعاف دخلها الحالي. ومع ذلك اسمعوا كده، السياحة في أسبانيا اللي قاعدين نضرب بها المثل تساوي 1% بس من دخل أسبانيا القومي، عشان يبقى 99% جدلا يعني في إيد الشعب الأسباني و1% في إيد الزوار. إنما احنا نوصلها ل10 و11 و12% وقناة السويس وغيره عشان تفضل مصادر دخلنا كلها ما تجيلناش غير عن طريق غيرنا. إما أن ندرك الوطن وننشئ مؤسسة وطنية ورئاسة وطنية وحكم وطني، وإما لو فضلنا نقارن ده أطول وده أجمل وده أبعد وده أقرب
هنضيع. فأسأل الله عز وجل أنه هذا الجيل يدرك ما يعوض به ما عاش فيه الآباء والأجداد يا رب العالمين. وشكرا جزيلا. شكرا لحضرتك.